كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسلامة. اليوم وصفتنا وصفة جدا سهلة بسيطة مكوناتها متوفرة. رح نعمل حلا بسيط وسريع. يعني بيشبه الكوكيز تقريبا. فتابعوني وإن شاء الله بالفول السوداني، فتابعوني وإن شاء الله إنه الوصفة بتنال إعجابكم، بتكون سهلة عليكم. حلا بسيط وسريع وبينفع للمدارس وللأطفال، فتابعوني. راح نحتاج لبيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، ورشة صغيرة من الملح، وبعد هيك راح أضيف معلقة من الفانيلا عشان زفارة البيض. تقدروا تضيفوا بشر ليمون، وعندي نص كوب من السكر بعدل تقريبا 125 جرام. راح أخفق كل هاي المكونات مع بعضها لحتى يذوب السكر شوي معنا. بتقدروا تستخدموا المضرب اليدوي، بتقدروا تستخدموا الخلاط، بتقدروا تستخدموا مضرب الكهرباء، كله بينفع لحتى نوصل لهذا القوام ويصير اللون عنا تقريبا أبيض وينفخ شوي. بعد هيك راح أضيف معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهون بيرجع لكم الاختيار، فيكم تضيفوا أكثر كمية كاكاو إذا بتحبوا الطعم أغنى في الشوكولاتة. وبتقدروا كمان تستبدلوا الكاكاو أو تضيفوا مع الكاكاو أي نوع شوكولاتة، سواء كسرتوها أو سواء شوكولاتة دهن كمان بينفع. بعد هيك المكون الرئيسي عنا الفول السوداني المحمص والمجروش، يعني جرش متوسط، مش ناعم على الآخر ولا خشن كمان. راح أضيف أول كوب منه، راح نضيفه تدريجيا لحتى نحصل على قوام عجينة تكون ماسكة وما بتفرد لما نتركها. فبداية ضفت كوب، وبعد هيك راح أرجع أضيف. أنا هون مش مسرعة الفيديو عشان أورجيكم القوام. رجعت ضفت كمان نص كوب. بيختلف مقدار الفول السوداني اللي انتو حتضيفوه حسب حجم البيضة عندكم. فيكم كمان تخلطوا بين الرز المنفوش والفول السوداني، أو أي نوع من المكسرات بدكم إياها المحمصة والمجروشة، كمان بينفع وبيعطيكم نتيجة طيبة. هيك عندي القوام اللي بدي إياه. شايفين كيف القوام عجينة ما بترد تفرد لما إني أتركها. راح أشكلها بشكل عشوائي بمعلقتين بالحجم اللي انتو بدكم إياه. أي حجم بدكم إياه بتقدروا إنكم تشكلوا فيه. إذا بتحبوها تكون طرية شكلوها أشكال كبيرة، إذا بتحبوها تكون مقرمشة خلوها صغيرة. فهذا برجع لكم. وضروري هون نحط على الصينية اللي حنخبز فيها ورقة الزبدة، أو زي هاي اللي أنا بستخدمها السيليكون مات، عشان الكوكيز هذا بيلزق معنا، فبدنا نستخدم ورقة خبيز أو سيليكون حراري. هذا المقدار عندي عمل لي هاي الصينية بالحجم اللي انتو شفتوه. راح ادخله على الفرن درجة حرارة 170. اذا بدكم اياها تكون طرية خلوها بس 7 دقائق، اذا بدكم اياها تكون مقرمشة بدكم تخلوها حوالي ثلث ساعة، على حسب انتو ما بتحبوا. كل ما خليتوها وقت اطول بالفرن كل ما نشفت اكثر وطلعت مقرمشة اكثر. وصفة بسيطة جدا وطيبة، والأطفال راح يحبوها. فإن شاء الله إنها تكون نالت إعجابكم. شايفين كيف لما نطلعها من الفرن بتكون لاصقة وما بنلمسها أبدا وهي ساخنة، بنستنى لحتى تبرد تماما. وهي كانت وصفتي لليوم. إن شاء الله إنها تكون عجبتكم، وياريت إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو، وإذا حابين تشتركوا بقناتي وتنوروني أهلا وسهلا فيكم. وما تنسوا تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات جديدة بالفيديوهات اللي بقدمها أول بأول.